انت مش محتاج موتيفيشن، انت محتاج تحط حدود لنفسك. التحفيز على فكرة بيجي ويروح، بس الحدود هي اللي بتحميك. المشهد اللي دايما بيتكرر معاك انك تصحى من النوم وتقول هبدأ، تفتح موبايل ساعتين يطيروا، حد يطلب منك حاجة تقول حاضر، مكالمة تسحبك، شغل يدخل في شغل، وهكذا. وبالليل تقول هو انا مالي؟ ليه مش بنجز حاجة؟ انت مش كسول، انت مش محمي. كل حاجة بتدخل عليك وانت سايب الباب مفتوح. المشكلة مش نقص إرادة، المشكلة ان حياتك من غير سور، واللي ملوش سور اي حاجة ممكن تسرقه. فتعال اقولك انت مش محتاج تتحفز، انت محتاج تتحمى. وازاي نحميك؟ هنقولها في 3 حدود عملية عشان تقفل الدوامة دي. اول حد هيكون للموبايل. اول ساعة في يومك حط قاعدة مفيش سوشيال، وحط الموبايل بره الأوضة عشان تمنع السرقة من الأول. تاني حد للناس، بدل حاضر تلقائي قول ابعت لي وهرد عليك بعدين. تالت حد هو حد لنهاية اليوم، في ميعاد ثابت تقول فيه أنا خلصت، حتى لو الشغل مخلص، علشان اللي ملوش نهاية بيشفط وقتك. التحفيز مش هيغير حياتك، اللي هيغيرها انك تقول لا للمشتت والاستنزاف. اكتب في الكومنت أنا محتاج أحط حدود، وافتكر دايما ان اللي ما عندوش حدود بيفضل طول عمره بيستأذن عشان يعيش.